حلقتنا النهاردة هتكون عن صينية الجلاش. هنعمل كده صينية الجلاش بطريقة جميلة جدا، كأننا بنعمل بيتزا بالظبط، بس عبارة عن ورق الجلاش. هنجيب طاسة ونحطها على النار وننزل فيها بمادة دهنية كمية بسيطة جدا، عشان اللحمة المفرومة عندي حمرا مش هتنزل دهون. ببتدي كده ان انا اشوح اللحمة دي كده وتفك كده من بعضها. بديها رشة بس من الفلفل الاسود لحد ما اللحمة تفك. اول ما اللحمة كده فكت، هبتدي ان انا انزل ببصلاية كده مفرومة ناعم. هابتدي كمان إن أنا كده أقلّب وأشوّح بقى كده البصلاية مع اللحمة المفرومة، هندّيها كده تشويحة كويسة جدًا على النار. كمان بادّيها رشّة من الفلفل الأسود، وبادّي كمان رشّة من بهارات اللحمة، وكمان أنا كنت حاطة للبصل عليه رشّة من الملح. هابتدي بقى كده حسينا إن خلاص البصل ما بقاش باين خالص في اللحمة المفرومة، بتكوني بقى مسخّنة مَيّة، وبتبتدي تنزلي بكمية من المَيّة وتدّيها تقليبة، وتسيبي بقى لحد ما اللحمة دي تشرب المَيّة خالص وتبتدي تنشف تاني، وتبقى كده اللحمة معانا كده مستوية وتبقى كده مضبوطة معاكِ. كده خلاص هي شربت المَيّة بتاعتها خالص، وبُصّي بقت عاملة إزاي، هي كده بقت جاهزة معانا اللحمة المتعصجة. طيب خلاص كده دي أول حاجة، أول خطوة عملناها. بيكون معانا كمان لفة من الجلاش، معانا بيضة، معانا كده كوباية من اللبن، كمان معانا كمية من السمنة أو الزبدة، ومعانا هنا زيتون، ومعانا كمان جبنة رومي، وكمان هيكون معانا فلفل رومي سواء حراق على حسب ما انت حابة. أول حاجة باجيب الصينية وابتدي ان انا كده ادي فيها معلقه من السمنه او الزبده، وبديها كده مسحه كويسه. بعد كده بنزل بورقتين من الجلاش، وبعد كده بدي بقى كده مسحه من الزبده. هانزل كمان بورقتين كمان، وبرضك بدي مسحة كده من الزبدة. وهنا الزبدة اللي احنا بنحطها ما بين كل ورقتين عشان تعملك على هشاشة الجلاش بتاعك. ببتدي كمان اجيب التانية بتاعت الجلاش كده بحطها، وبديها انا برضك كده مسحة من الزبدة، وهنزل بيه القطعة التانية. خلاص كده انا حطيت هنا نص لفة الجلاش، يعني مثلا لو معاكي الجلاش فيها 10 ورقات، يبقى انا حطيت 5، وهيبقى معايا كمان 5 احطهم من فوق. بابتدي كده أحط اللحمة اللي هي المتعصجة، اللي أنا معصجاها أهي. بابتدي إن أنا أفردها كده في الصينية. بعد كده باجيب بقى كمان الجبنة الرومي، وابتدي إن أنا أرش. كمان عندِك لو عندِك جبنة موتزاريلا حابة تضيفيها ما فيش مشكلة، هنا بقى اختياري. أنا هنا عندي جبنة رومي متوفرة، إن أنا حطيت هنا كده كمان الجبنة الرومي. بعد ما هنخلص بقى نحط كده الجبنة الرومي، كمان عندي هنا زيتون كده مخلي، هابتدي كمان إن أنا أضيف كده قطع الزيتون كده. هنا بقى هنحط كمان فلفل رومي أو فلفل حامي على حسب ما أنتِ حابة. كمان هنا بيدّي طعم حلو جدًا. على فكرة حابة بقى تزوّدي كمان ترانشات صغيّرة جدًا من الطماطم على حسب ما أنتِ حابة. بعد كده هابتدي كمان إن أنا أضيف بقى هنا ورقة الجلاش، وبادّيها مسحة بسيطة كده من الزبدة، يعني ما بتكتريش، يعني يا دوبك حاجة كده بسيطة. وهابتدي أحط نُص الجلاش زي ما حطينا المرّة اللي فاتت. يعني أنا باحط ورقتين، ورقتين، بين كل ورقتين بادّي بس مسحة. خلاص لحد ما كده هاخلّص الصينية بتاعتنا كده. بعد كده بتبتدي إن أنتِ تقطّعيها، ودي خطوة مهمة، ما تدخّليش الصينية إلا لمّا تقطّعي الجلاش بتاعِك، لإن أنتِ لو استوى وجيتِ تقطّعيه مش هتعرفي تقطّعيه وهيكسّر معاكِ. يبقى إحنا بنقطّعه هنا قبل ما هندخّله الفرن. طيب المادة السائلة اللي هتكون معانا، قُلنا هنا معانا البيضة بادّي عليها رشّة من الفلفل الأسود ورشّة من الملح، وأدّي كمان كده من البهارات اللي إحنا كنا حاطينها للحمة، وهاقلّب كده البيضة دي هاخفقها كويس. خلاص بقى هابتدي إن أنا أضيفها على كوباية اللبن. طيب ماشي، أنا هنا كده ضفتها وقلبتها. طبعًا هنا كوباية اللبن عندي باردة، يعني ممكن تبقي غالية اللبن وتسيبيه يبرد خالص. هنا لو أنا حاسة إن كوباية اللبن مش مكفية، ممكن إن أنا كمان أضيف عليها كبشة من الشوربة عندي. خلاص، وهابتدي إن أنا أضيف بقى كده وهي لسه نية، هاضيف عليها بقى كوباية اللبن مع الشوربة، كبشة الشوربة، ويكون عندك الفرن بقى حار على درجة 200 درجة، وباحطها على الشبكة لحد ما تبتدي تستوي، تاخد لون من فوق ومن تحت.
بعد كده بقى بتطلعيها وبتبتدي ان انت بقى تطلعي منها الخرطات بتاعتها. مش قادره اقول لك حاجه في منتهى الجمال. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.